السلام عليكم، يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اذا ورسميا نادي الحزم السعودي عم يحصل على الكفاءة المالية. طبعا هي براءة الذمة للنادي انه هو ما عنده ابدا اي مبالغ لازم يعطيها للاعبين او الكادر والجهاز الفني والاداري. ولحد الان من خلال الحساب الرسمي لنادي الحزم لم يتم الاعلان عن اي صفقة بخصوص النادي. وكان ذكر النادي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل انستغرام شهادة الكفاءة المالية لأنشطة كرة القدم. تشهد اللجنة الرقابية المالية بأن نادي الحزم قد استوفى التزاماته التعاقدية والمالية حتى تاريخ 30 أبريل عام 2025 وفقا لأحكام اللائحة المالية لأندية رابطة الدوري السعودي للمحترفين. بموجب ذلك ثم تم إصدار هذه الشهادة. طبعا هيك بتسمح اللجنة الخاصة أو الأمور القانونية المالية بالدوري السعودي للمحترفين لنادي الحزم بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب وإبرام الصفقات وإعلان الصفقات بشكل رسمي ونهائي. برجع بقول النادي أبدا لم يتم إعلان عن أي صفقة للتعاقد مع أي لاعب أجنبي لتاريخ تسجيل هذا الفيديو. هذا الشيء بدل أن النادي أنهى الأمور القانونية، أنهى الأمور بتخص الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم من الناحية القانونية ومن الناحية المالية، حتى ما يتم تعريض النادي لأي مخالفات أو عقوبات مالية بعد بداية الدوري السعودي للمحترفين. طبعا الجولة الأولى من الدوري السعودي خلال هذا الأسبوع يوم الخميس نادي الحزم حيواجه نادي ضمك ضمن منافسات الجولة الأولى خارج الأرض، والجولة الثانية أمام نادي الشباب ب 12 سبتمبر، الجولة الثالثة أمام نادي الفتح ب 20 أيلول، والجولة الرابعة أمام نادي الأهلي، والجولة الخامسة أمام نادي الأخدود. طبعا ضمن المباريات حيكون في عنا دور كأس الملك دور 32 أمام نادي نيوم تكون ب 23 أيلول. طبعا نرجع بنقول إضافة قوية جدا إعلاميا وفنيا لنادي الحزم بضم اللاعب عمر السومة في تعاقدات كتير قام فيها النادي. برجع بقول ما تم إعلانها بشكل رسمي على صفحات النادي، لكن أكيد نحن حنذكر اللاعبين أو أبرز الأسماء والمدرب والجهاز الفني ونغطي أخبار اللاعب عمر السومة ومبارياته مع الدوري السعودي. حيكون في عنا هذا الموسم نافذة خاصة على القناة لمباريات دوري روشن إن كان عمر السومة استمر مع نادي الحزم أو غير موجود، لأنه هو من أقوى الدوريات العربية والآسيوية ويعتبر من أفضل 6 دوريات بالعالم. منتظرين الأخبار الرسمية وكل التوفيق لأي لاعب محترف سوري خارج البلاد، لأنه هلا الفترة الجاي اعتمادنا كبير وجدا على اللاعبين السوريين المحترفين. أتمنى أقرأ تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، لايكات حتى يوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من الأشخاص المهتمين بهيك محتوى من الفيديوهات. السلام عليكم.